هذه أيضا، وهذه جميلة. يا له من تمر جميل. فرصة عظيمة في هذا الصباح الباكر. أجمع التمر من النخل قبل أن يراه الفقراء ويطمعوا فيه. من هذا؟ ليته لا يكون من جامع الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. من أنت؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. ابن أمير المؤمنين؟ خليفة المسلمين؟ نعم، هو أنا. وماذا فعلت أنا ليبعث إلي الخليفة بابنه إلى البيت؟ اطمئن أيها الرجل، لم تفعل شيئا، وإنما جئتك بشأن عبدك الذي يرعى لك الأغنام. وهل تعرفه؟ نعم، رأيته أمس في ضاحية المدينة. اسمع يا سيدي، إني أتبرأ من أي شيء فعله معك. إنه غبي ومندفع، وبه من الخصال السيئة ما لا يعد ولا يحصى. والله لم أرى منه إلا كل خير. وجئتك الآن لأشتريه منك. تشتري عبدي؟ قل لي، كم تريد فيه؟ أنا في الأصل لا أريد بيعه، إنه خادمي الأمين، ولن أعوضه بمال الدنيا. عجبا لك، لقد قلت الآن إن به كل الخصال السيئة. قلت ذلك خوفا عليه من الحسد. لا داعي للمساومة، سأعطيك ما تريد. حقا يا سيدي؟ نعم، عبد في مثل أمانته وتقواه سيشقى حتما مع رجل في مثل بخلك وحبك للمال. سأعطيك المال الذي تحبه، وسأرحمك